رسميا تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أفريقية. دي أهم أخبار وتصريحات الاتنين 9/9، ما تروحش في أي حتة. رسميا الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا اللي كانت مقررة إن شاء الله غدا التلات، كانت هتتلعب الساعة 4، اتأجلت للساعة 9. اتأجلت للساعة 9 ليه؟ لأن منتخب بوتسوانا لسه ماشي من موريتانيا، هيجي بكرة الصبح لسه. تخيل، منتخب بوتسوانا لسه ماشي من موريتانيا، فالمباراة كانت الساعة 4 اتأجلت للساعة 9. رسميا الزمالك بيضم محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي، مش نادي بيراميدز عشان الناس ما يهموا نفس الاسم، الظهير الأيسر لنادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة عام ب3 مليون جنيه، زائد كمان لو الزمالك خد الكونفدرالية هيدفع الإنبي مليون جنيه، زائد كمان كل دور الزمالك هيعديه في الكونفدرالية هيدفع الإنبي 300,000 جنيه، زائد كمان لو الزمالك خد الدوري هيدفع مليون جنيه. بس علول وعلي معلول هيخضع للفحص الطبي في النهاية